السلام عليكم إخواني، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. قصتنا اليوم سنتكلم فيها عن الناشط العراقي سلوان موميكا الذي قتل في السويد، والمعروف بتدنيسه للقرآن الكريم سنة 2023. أعماله أثارت موجة من الغضب إثر حرقه نسخ من القرآن الكريم، مما تسبب في احتجاجات واسعة في الدول الإسلامية وتوترات دبلوماسية للسويد مع العراق وبعض البلدان الإسلامية. سنرجع بالزمن ونتعرف على السيرة الذاتية لسلوان موميكا. اسمه الكامل سلوان صباح متي موميكا. ولد في 23 يونيو 1986 في العراق، بحيث يبلغ من العمر 37 سنة، وينحدر من بلدة قراقوش في محافظة نينوى، وهي منطقة ذات غالبية مسيحية سريانية. بعد إتمام دراسته الابتدائية انتقل مع عائلته إلى بغداد ثم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، فيما بعد هاجر إلى السويد حيث حصل على حق اللجوء والإقامة. سلوان موميكا كان مقاتلا في الحشد الشعبي العراقي قبل فراره إلى السويد قبل عدة سنوات، حيث أقدم على حرق المساجد في الموصل وتدميرها وحرق الأراضي الزراعية. بعد قيامه بحرق نسخة من المصحف في السويد، تظاهر الكثير من الناس في العراق مطالبين بسجنه وبسحب الجنسية منه، وبالمقابل كان هو قد أعلن نيته حرق العلم العراقي كونه لا يمثله حسب قوله، وكذلك كان يصف نفسه على أنه ليبرالي علماني ملحد ولا يؤمن بالدين الإسلامي. وأراد كذلك تسليط الضوء على أهمية حرية التعبير عن الرأي، لذلك طلب حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. تقول المصادر كان سلوان موميكا قبل سنوات يعلن نفسه أنه أحد زعماء الحشد الكلداني. في إحدى مقابلاته السابقة مع قناة الشرقية تحدث عن مشاكله مع الحشد الشعبي، وكذلك عرف عن نفسه بأنه زعيم الاتحاد السرياني، وكان كذلك عضوا في الحركة الديمقراطية الآشورية في عام 2012. حكم عليه بالسجن 3 سنوات في محكمة الحمدانية لقيامه بحادثة سير مميتة في منطقة شيلاوة وهرب. ظهر موميكا في قناته على اليوتيوب وفي بعض كتاباته ومقاطع الفيديو الخاصة به تحدث ضد جميع الأحزاب السياسية المسيحية في كردستان، مشيرا إلى أنها أصبحت أحزاب كردية، وكذلك يظهر العداء الواضح للشعب الكردي. تقول المصادر بعد حرقه للمصحف الشريف أصدرت الخارجية العراقية بيانا يدين سماح السلطات السويدية بهذا الفعل، واستدعت السفيرة السويدية لإبلاغها باحتجاجاتها، وطالبت بتسليم المواطن العراقي الجنسية ليتم محاكمته وفقا للقانون العراقي. موميكا متزوج من عراقية وله منها ابنتان، وتم الانفصال بينهما. عند وصوله إلى السويد تطوع في حزب يميني متطرف يعادي الإسلام والمسلمين ويسعى إلى طرد المهاجرين المسلمين. بسبب كل ما قام به قالت الحكومة العراقية أنها ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع السويد. في ظل كل هذا اقتحم المئات من المحتجين السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا فيها النيران، حيث قال توبياس وزير الخارجية السويدي أن جميع العاملين بالسفارة بأمان. وعلى خلفية كل ما جرى اعتقلته الشرطة السويدية إثر التظاهرة، وتم توجيه تهمة الاعتداء
على الحرية الدينية، ومن ذلك الحين لم يظهر لسلوان موميكا في الإعلام، ولم يصدر أي بيان رسمي منه أو من أي شخص تابع له. في 29 يناير 2025 قتل الناشط العراقي سلوان موميكا داخل شقته في منطقة موفوخو قرب ستوكهولم، وفقا لتقرير قناة تيفي كات السويدية. ووصفت الجريمة بأنها إعدام وحشي، حيث أطلقت عدة رصاصات على رأسه. تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في الساعة 11 مساء و11 دقيقة، وعند وصولها عثرت على موميكا مصابا. تم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته لاحقا. في وقت سابق كانت شائعة غير صحيحة حول مقتل موميكا في النرويج، ولكن تأكدت وفاته في السويد. تم القبض على 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في مقتل موميكا، والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب والدوافع وراء مقتله. نسأل الله السلامة، وشكرا لكل من يتابع هذه القناة البسيطة.